حبايبي طمطومه، ايه رايكم في كفتتنا وفراخنا؟ حد يصدق ان الكفته الجميله دي من مفروم القوانص؟ محدش يصدق. بصوا الكفته عامله ازاي، طريه وجميله. بصوا تحفه ومستويه وجميله. بصوا تحفه بجد، ولا هي قطه بس بديلها حته. بصوا الفراخ عامله ازاي، بصوا الفراخ مستويه وتحفه. يا ريت تجربوا وصفتي وتعملوا الكفته بالطريقه دي، وما تنسونيش في لايك وشير وتشيروا الفيديو عشان غيرنا يستفيد بحاجه بسيطه على قد الايد. عملنا ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل كفته حالي، سوري، كفته حاتي. الله، فين اللحمه يا طمطم؟ هنعمل كفته الحاتي بديل اللحمه المفرومه القوانص. هتنفع وهتبقى زي الفل، وطعمها هتبقى روعه. ماشي، ده كيلو قوانص انا كنت جايباه من الراجل، وشلت طبعا الدهنه اللي بتبقى موجوده في القناصه كلها من ورا اهي، وغسلته ونقعته وزي الفل. انا بس عايزه بقى اوزنه واشوفه بعد ما شلت الحاجات منه الدهون بقى قد ايه عشان نحسبها بقى صح. ماشي، هنجيب الميزان بتاعنا، نحط الغطا ده كده اهو، هنصفر ونبتدي نحط القوانص بتاعتنا. ستمية اتنين وعشرين جرام، وفي شوية يعني تقريبا انا شلتهم في كيس تاني، يعني تقريبا صفر كيلو الا ربع الكيلو، كيلو الا ربع. تمام، طبعا انا هروح افرم القوانص بتاعتي وارجع لكم تاني في الكبه. طبعا انا فرمت القوانص بس لسه هي في الكبه زي ما هي، ودول ده دهن جايباه من عند الجزار، من اللي سيحته ده، انا حشت شويه منه، دول حوالي 100 جرام هفرمهم مع القوانص. طبعا القوانص اهي يا حبايبي بعد ما فرمتها مع الدهن، وهبتدي بقى افضيها اهو حبايبي كده. تمام، القوانص مع الدهن، وهنا دي شويه بقدونس صغيرين وبصلايه واتنين بس توم، فصين اتنين بس هفرمهم عشان هحطهم على الكفته بتاعتي. طبعا حبايبي انا مش هاخد الكميه دي كلها هعملها كفته، انا هاخد منها جزء كده التلت اهو، علشان ده هعمله على الصاج. هنا انا ضربت اهو البقدونس والبصلايه فصين التوم، هعمل ايه بقى، هنزله على الكفته بتاعتي كده. ودي نص كوبايه فول صويا انا طحناه، مش نقعاه، طحناه. ممكن انت تستبدليه لو مش عايزه فول صويا بالبقسماط عادي. بس الفول الصويا يا جماعه الناس قالت عشان الهرمون البروستيجين وكده، انا صراحه دورت كتير، هو مش بيأثر على ناحيه الاولاد يعني وكلام من ده، هو بس بيخلي اللي بس بيربي عضلات ما بيقدرش يربي العضلات، الحاجات دي اللي هم بيلعبوا كمال اجسام. بس برضو بحريتك، انا ده نص كوبايه مطحونه، انت ممكن تعملي بدلها بقسماط. هنحط البقسماط كده على الكفته بتاعتنا، هنبتدي نعجن بقى كله كده مع بعضه. انا هرجع اعملها تاني في الكبه عشان انعمها فيها عشان تربي الانسجه بتاعتها. هحط بس ملح نص معلقه كده، معلقه فلفل اسمر، معلقه حلوه كده عشان خاطر الكفته بحب الفلفل الاسمر، ودي نص معلقه صغيره كده كبابه صيني، سنه صغيره خالص كربوناتو او بيكنج باودر لو عايزه بيكنج باودر، تحطي ربع معلقه بيكنج باودر، انما الكربوناتو انا حاطه سنه صغيره اصغر من ربع معلقه.
مش هنكتر بهارات لان الكفته طبيعي ما بتحبش البهارات كتير. ممكن تعجنيها بايدك وممكن تلفيها في الكبه تاني، واللي ما عندوش كبه يعجنها بايده بقى. انا هحطها تاني في الكبه. بعد ما فرمناها كلها كده اهو مع الفول الصويا المطحون، هحط لها كمان معلقه نشا كده، معلقه ونص، علشان النشا هنا تعمل ربط للكفته بتاعتي. وهحط كمان معلقه بقى بابريكا كبيره كده عشان خاطر تغير لي لونها كده وتبقى حمراء وجميله. هعجن بقى الكفته بتاعتي كده. ريحتها طالعه حلوه قوي على فكره. بعد ما عجنتها كده كويس هسيبها 10 دقايق في التلاجة وبعدين نصبعها. طلعت الكفته من التلاجة اهي بعد 10 دقايق كده، وهنبتدي بقى نصبعها على الاساخ بتاعتنا دي. كده شويه ميه طماطم، هحط فيهم شويه ملح، وهحط شويه زيت صغيرين، معلقه كده، عشان الزيت بيدي تسويه ولون حلو للكفته. وهحط برده نص معلقه بابريكا، ونص معلقه بصل بودر، وربع معلقه فلفل اسمر. ودي الميه اللي انا هصبع بيها وهسقسق بيها الكفته وهي بتتشوي على الفحم. هبتدي بقى اجيب الخله بتاعتي او عصيان الشيش طاووق، وابل ايدي من السائل ده، واخد بقى من الكفته بتاعتي كده. اهم حاجه تقفليها من فوق ومن تحت اهي، عمرها بقى ما تقع منك، اقفليها كده اهو كده. وفيكي بقى تخني الصباع شويه براحتك يعني. ده مثلا اهو هتخنه اهو شويه، هقفل من فوق وهقفل من تحت. بالصباعين دول بس كده، بس تقفلي كويس. اهي هكمل تصبيعها بقى وارجع لكم تاني. اهو حبايبي بعد ما صبعتها كلها طبعا بصوا عملت لي 14 صباع ما شاء الله حلوين قوي. وطبعا دي اللي انا حشتها اهي علشان اعملها على الصاج. يعني شوفوا كميه قد ايه، انا كنت جايبه كيلو ب100 جنيه وحيشه كمان ربع منه، يعني ده كيلو الا ربع، شلت منه الدهون، يعني دي تقريبا نص كيلو. هنروح بقى عشان نشويها، يلا بينا. حبايب طمطومه انا بعمل ايه بقى عشان اشوي؟ ده صاج عندي اهو، واحط ورقه فويل، واحط اولع شويه فحم واحطهم، واولع البوتاجاز على نار هاديه بحيث ان الفحم يفضل والع. دهنت الشبكه بتاعتي زيت، وهبتدي ارص. سخنت هي كده، ابتدي ارص بقى الكفته بتاعتي. بصوا حبايبي الكفته اهي ما شاء الله، ولا فكت مع السيخ ولا عملت اي حاجه، زي الفل. بصوا قدامكم تحفه. دول يا حبايبي كده شويه اجنحه والدبابيس بتاعتها، هنحط عليهم، هنتبلهم معلقتين كده لبن،
بحط عليهم حبه بابريكا، ربع معلقه كده، ربع معلقه كده فلفل اسمر، ربع معلقه بصل بودر، ربع معلقه توم بودر، شويه زيت صغيرين، ملح، معلقه كاتشب، نص معلقه مستردة. هتبل الفراخ بتاعتي. اهي هحطها في التلاجة يعني ساعة كده او ساعتين، ولو من بالليل يبقى افضل. تمام، هحطها في التلاجة وهنيجي برضو نسيخها ونشويها. نسيت اقول لكم كمان حطوا ربع معلقة كبابة صيني كده، لان الكباب الصيني دي بتعمل طعم تحفة للمشويات بالزيت. كده يا حبايبي الاجنحة بتاعتي اهي طلعتها من التلاجة اتبلت. هنبتدي بقى ايه نسيخها عشان نشويها بقى. بالشكل ده نروح بقى عشان نشويها. حبايبي طمطومه، ايه رايكم في كفتتنا وفراخنا؟ حد يصدق ان الكفته الجميله دي من مفروم القوانص؟ محدش يصدق. بصوا الكفته عامله ازاي، طريه وجميله، بصوا تحفه ومستويه وجميله. بصوا تحفه بجد، ولا هي قطه بس بديلها حته. بصوا الفراخ عامله ازاي، بصوا الفراخ مستويه وتحفه. يا ريت تجربوا وصفتي وتعملوا الكفته بالطريقه دي، وما تنسونيش في لايك وشير وتشيروا الفيديو عشان غيرنا يستفيد. بحاجه بسيطه على قد الايد عملنا اكله محترمه. اشوفكم ان شاء الله في وصفه جديده، وما تنسونيش في اللايك. كل سنه وانتم طيبين، مع السلامه.